في البداية عايزك تعرف أنا لا محسوب لا على نظام ولا محسوب على سلطة. أنا مجرد مواطن عادي بعبر عن اللي أنا عايزه أعبر عنه بحرية، سواء تتفق معايا أو تختلف معايا ده موضوعك. أنا بعمل اللي مقتنع بيه، ودوري أوعي الناس في أي وقت أحس إن بلدي محتاجاني أقف جنبها. يعني تقدر تعتبرني جندي مجند لخدمة بلدي في أي وقت. نزلت فيديو امبارح فيه رسالة من علي حسين المهدي لبعض الناس قالوا عليه ده ذكاء اصطناعي، والرسالة موجهة للناس اللي بتنشر على السوشيال ميديا عن ثورة يوم الجمعة 12/7. لو حصلت فوضى بالشكل ده انت اتفشخت، مش هتقوم منها تاني. يبقى لازم لو عايزين يكون في اصلاح يكون الاصلاح بالهداوة، ما فيش غير كده. يا اما لو انتوا عايزين فوضى زي الفل مع نفسكم بقى، لو انتوا عايزين فوضى يا زي الفل يلا باشا مع نفسك. فلو حصلت الفوضى انت خلاص بقى كل سنه طيب في اهلك اللي في مصر. وقال لك ده ذكاء اصطناعي. وللتوضيح اكتر، دي حقيقة الناس اللي عايزة تعمل ثورة. كل واحد ما ينزلش فاضي يا جماعة، محدش ينزل من غير حاجة يأمن نفسه بيها يا جماعة، بالله عليكم محدش ينزل من غير حاجة يأمن نفسه بيها. عايزين يهجموا على السجون ويقول لك انزل جيب اخوك من السجن، انزل جيب اختك من السجن، انزل جيب عمك، انزل جيب امك من السجن. دي حقيقة الناس اللي هتسمعها بنفسك واكتر من كده. السلام عليكم. خطة النزول يا شعب مصر ويا شباب مصر بالأخص، المطلوب كالآتي: الناس اللي ساكنة جنب الأماكن الحكومية زي أمن الدولة، زي النقطة، زي المركز، زي المحكمة، زي الاستاد، وده مهم جدا، يطلع وينزل. شباب بس تنزل وتروح تقف هناك، وأول حاجة تعملها تقطع الطريق رايح جاي. اقسم لك بالله بيقول له اعمل مولوتوف، بيقول له خد معاك حاجة ما تنزلش فاضي. ومن ستات بيقول له اقطع الطريق، بيقول له انزل احرق اقسام ومحاكم. فأنا شايفة إن هو الحراك يتوجه ناحية تحرير الناس اللي في المعتقلات. انا مش هشتم زي بعض الناس اللي شتمت في التعليقات، بس كفاية عليك اعرف الناس هدفكم ايه وافضح مخططاتكم.